السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين ومشاهدين قناة أيمن الشويط على يوتيوب. بكاء كريم أبو حسين على قناة الزمالك، وتصريحات ميدو النارية ضد أشرف روقة لاعب الزمالك، وتصريحات كابتن خالد الغندور ولكن على أون تايم سبورت، وتصريحات وهجوم الكروان الملقب بكده على قناة الزمالك صبحي عبد السلام. بس قبل ده كله، لو أنت أهلاوي انزل اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو أنت بتشوفنا على التيك توك اعمل لايك للفيديو وادخل على الصفحة الشخصية اعمل متابعة واضغط على علامة اليوتيوب، هتوصل لقناتنا على اليوتيوب واشترك في القناه. امبارح طلع كريم ابو حسين على قناه الزمالك زي كل يوم بيعيط بالدموع وبيقول لك ازاي بقى ده، بصوا بقى تحول المره دي بقى لافريقيا، سابوا بقى من الظلم الداخلي والقصص دي كلها وتحول بقى لافريقيا. بقول لك الثلاث فرق اللي بيلعبوا مع الاهلي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا اتأجل لهمش ماتشات بعدد الاهلي، يعني الماتشات بتاعتهم في الدوريات المحليه لعبوها كلهم، والفريق الوحيد اللي اتأجله ماتشات هو النادي الاهلي. انا عايز ارد عليه، بس سيبك بس من الثلاث فرق اللي معانا في دوري ابطال افريقيا دول، خلينا هنا يا جدع. ده الزمالك يمكن في اخر شهر ما لعبش غير مباراه واحده، والاهلي يا دوبك رايح على افريقيا، جاي من افريقيا رايح على الامارات يلعب السوبر، جاي من السوبر يلعب بيراميدز هنا في نهائي الكاس، ويطلع يلعب بيراميدز تاني في الامارات في كاس السوبر، ويطلع يروح المغرب يلعب مع الرجاء، وبعدين يسافر تونس يلعب مع الترجي، وانت في ده كله ما لعبتش غير ماتش واحد او ماتشين. قبل ما تبص لافريقيا بص لنفسك الاول، واتكلم عن كهربا بطريقه مش كويسه، وبقول لك المعلم الفتوه هيفضل يلعب لغايه يوم 29/5، لان محكمه القضاء الاداري اجلت النطق بالحكم في قضيه لجنه التظلمات، ان النادي الاهلي رافعها على لجنه التظلمات. تمام؟ طيب كهربا عامل فيك ايه؟ ما هو من الطبيعي لما المحكمه تاجل النظر في الدعوه او النطق بالحكم في الموضوع، يعتبر ان قرار ايقاف كهربا مش هيتنفذ، لان النادي الاهلي مقدم دعوه ببطلان اساسا لجنه التظلمات دي. يعني قعد شهر كهربا مش هيطلع عليه قرار غير لما المحكمه تنطق بالحكم في الموضوع ده، سواء بان هي صح متاسسه صح وان هي قانونيه، او ان هي مش قانونيه. ده كان موضوع كريم ابو حسين على قناه الزمالك. احمد حسام ميدو امبارح طلع وهاجم محمد اشرف روقه، وقال لك ان هو السنه اللي فاتت كان مركز في الملعب وكان مركز مع الفريق، ولكن دلوقتي هو مركز مع الجماهير بس. انت بتقول لنا احنا الكلام ده يا كابتن ميدو ليه؟ انت مش عضو في اللجنه الفنيه لنادي الزمالك؟ يعني انت مش من صناع القرار دلوقتي في نادي الزمالك؟ وقع عقوبات يا باشا. هو قال لك على الشاشه احنا وقعنا عقوبات، ولكن انا ما صدقش ده، لان في الزمالك مفيش لعيب بيتوقع عليه عقوبات، ولو اتوقعت على الهوا بتتشال تاني يوم على طول. ده اللي اتعودنا عليه. اما بقى بالنسبه لتصريحات بندق كابتن خالد الغندور اللي بيتغير 360 درجه او 180 درجه في اي قناه تانية او على قناه اون تايم، يعني بتشوف كابتن خالد نسخه تانية خالص. امبارح سيف زاهر بيساله مين افضل اللاعبين داخل مصر، قال له لعيبه النادي الاهلي بدون جدال وبدون نقاش. قال له ازاي يعني؟ قال له الشناوي احسن حارس مرمى، محمد عبد المنعم احسن سيرد باك، علي معلول احسن باك ليفت، محمد هاني افضل باك رايت، حمدي فتحي افضل خط وسط، كهربا احسن مهاجم في مصر، حسين الشحات عالمي، بيرسي تاو واو. انتوا متخيلين؟ انا عايز الكابتن خالد غندور يتسال السؤال ده على قناه الزمالك، وعايز اشوف رده هيكون عامل ازاي. نسخه مختلفه تماما يا عم. خلاص طالما انت شايف ان ده الحق قولوا على قناه اون، قولوا على قناه ناديك. نخش بقى على اخر واحد اللي هم ملقبينه بالكروان اللي اسمه صبحي عبد السلام ده، ولا هو كروان ولا نيله، لا اقسم بالله صوته بيزعجني اساسا. كل شويه يتكلم في موضوع المخالفات الماليه واسمها ايه دي، وزاره الماليه بتحقق او بتفتش في الانديه عموما على المخالفات الماليه، وبيتكلم وبيقول لك اذا كان عندنا احنا مخالفه فالاهلي عنده 40 مخالفه. ليه؟ هو النادي الاهلي عنده سمسره في عقود اللعيبه؟ يعني النادي الاهلي بيجيب اللعيب بيعمل له عقد ب 16 مليون وبيدي له 4 مليون بس؟ ده كل الصفقات اللي انتوا جايبينها السنه دي في الزمالك كلها سمسره. واحد كان بياخد ال $500 في السنه اللي اسمه سامسونج ده، جبته بتدي له $800,000، وانا متاكد ان هو مش هياخد غير 200 بس، والباقي في جيب امير وفي جيب مرتضى. لاعب زي اسمه ايه ده بالحج جاي 6 شهور ب 4 مليون او 5 مليون جنيه. واحد زي نداي ده بياخد حوالي 35 او 40 مليون في الموسم الواحد، ده في العقد. تمام؟ انا متاكد بقى ان اللعيبه دي بتاخد ربعهم، والكلام ده اصلا منتشر جدا اليومين دول، ان في عمولات كبيره جدا في عقود لعيبه الزمالك، وان شاء الله ده كله هيتكشف وهتتحبسوا كلكم. ده كان ملخص الحلقه معانا. في نهايه الفيديو برضه ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. سلام عليكم.